ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى اقول لكم طريقتي في الكشري المصري في البيت، يطلع احلى من بره كمان واوفر. نشوف الطريقه خطوه بخطوه، ويا رب تجربوها وتعجبكم. واللي اول مره يشوفني، انا اسمي منى، يا ريت تتابعوا قناتي وتشجعوني دايما. اول حاجه انا بجيب مكرونه مشكله، يعني مثلا ده تقريبا كيلو مكرونه مشكله، هسلقها عادي خالص. احط في الميه برضو شويه ملح ومعلقه زيت، عشان عايزاها تبقى مفرفره كده، مش عايزاها تمسك في بعضها كده، عايزاها تبقى مفرفره وحلوه. خلاص لو اتسلقت بقى هغسلها واصفي سيبها تصفى. هنا هعمل بقى رز بشعريه، هحمر الشعريه الاول. حطيت بقى بعد الشعريه ما اتحمرت حطيت الرز. هنا بقى المكرونه كانت خلاص انا كده غسلتها، لازم تتغسل كويس جدا عشان تنزل النشا منها. والرز كمان، دول اول حاجه بعملهم، المكرونه والرز كمان كان خلاص كده، هسيبهم بقى على جنب دلوقتي اما اخلص. هسلق كمان الحمص والعدس. انا عملتش كله في حله واحده بصراحه، لان انا عندي الاراء مختلفه، في بيحب الحمص وفي لا، في بيحب العدس وفي لا. هعمل بقى دلوقتي الصلصه بتاعه الكشري. اول حاجه كده 4 5 فصوص توم، هندقهم نفرمهم كويس، وفي معلقتين 3 زيت كده نحمرهم شويه، وننزل بقى بشويه خل كويسين عليهم. وبعدين ننزل بعصير الطماطم، ده تقريبا برضو كيلو طماطم. هحط بقى التوابل بتاعتي، حطيت ملح وفلفل وكمون، لو حابين تحطوا في الصلصه شويه كزبره ماشي. الدقه بتاعه الكشري بس انا هحط معلقه زيت واحده، هدي بس التومه لون خفيف خالص، مش هحمرها. بعدين هنزل عليها بالخل. انا هنا كنت حطيت الخل، وهنزل بقى بالميه بتاعتي كوبايه ميه. وحطيت برضو البهارات بتاعتي، حطيت شويه شطه حمراء وكزبره وكمون وملح طبعا اساسي. وسبتها بس تاخد اول يعني غلوه كده، حاجه بسيطه. الصلصه هنا هي بدات ان هي خلاص كده، يعني كانت اتسبكت، فانا نزلت عليها بكوبايه ميه اخففها شويه. الصلصه دي كمان حطيت فيها معلقه صلصه. وهنا الدقه برضو كانت خلاص كده. نعمل بقى شطه الزيت، معلقتين زيت كده ومعلقه شطه حمرا ناشفه. تبدأ ان هي تعمل في الزيت شوية، نيجي نازلين عليها بمعلقتين صلصة طماطم من اللي احنا عاملينها بتاعة الكشري. بس مش اكتر من كده، نقلبها وخلاص ونطفي عليها. انا هنا كنت معليه النار، المفروض ان انا كنت اوطيها. هنا بقى بقول لكم حطيت معلقه صلصه على التسبيكه بس عشان اللون برضو. هعمل بقى البصل بتاع الكشري، وده بخليه اخر حاجه. بصل ابيض بصل احمر الاتنين كويسين، والابيض كمان بيبقى مقرمش اكتر. هقطع كده البصل حلقات، يعني لا تخينه قوي ولا رفيعه برضو قوي، يعني تبقى متوسطه. خلاص بقى الكميه كلها. طبعا اهم حاجه عشان يبقى مقرمش معانا الدقيق، ننزل عليه كده ب3 4 معالق دقيق، ونخلطهم فيه كويس جدا، ونسيبه كده 10 دقايق عشان يشرب الدقيق اللي فيه. بس خلاص كله بقى كان جاهز عندي، المكرونه والرز والعدس والحمص والصلصه. نبدأ بقى نعمل طبق كده ونشوف. والبصل اهوت بعد ما اتحمر مقرمش بجد وجميل جدا. دي كانت اكلتنا النهارده، فيا رب تجربوا.